امي كانت دايما تقول لي انت بتعيطي ليه؟ بطلي عياط، انت كبرتي على كده. دي قصه واحده حكيتها لي الاسبوع اللي فات، وحسيت ان هي قصه ناس كتير مننا. بتقول لي انا طول عمري اتربيت على ان العياط عيب. امي كانت كل ما اعيط تزعق فيا، انت بتعيطي ليه؟ كبرتي على كده، ما تعيطيش، بطلي دلع. كنت طفله محتاجه حد يحضني يسمعني يقول لي عيطي براحتك، بس كنت كل اللي بسمعه منهم اسكتي، مفيش حاجه تستاهل، عيب تعيطي قدام الناس. فتعلمت اكتم، واتعلمت ابلع دموعي، واتعلمت ان مشاعري غلط وما ينفعش اعبر عنها. كبرت وبقيت ام، وافتكرت ان الموضوع خلاص خلص، لحد ما بنتي في يوم كانت بتعيط على حاجه بسيطه. لقيت صوت العياط بيستفزني جدا، قلبي بدا يدق بسرعه، ما بقتش عارفه اتنفس، ولقيت نفسي بزعق فيها يلا بقى كفايه عياط، انت كبرتي على كده. لحظتها وقفت كده وبدات اجمع يا نهاري، ده انا بقول نفس الكلام اللي كان بيتقالي وانا صغيره، ده انا بنقل نفس الالم لبنتي وبكسرها. انا مش عايزاها تكبر زيي، تخاف تحس، تخاف تعبر وتخبي مشاعرها جواها لحد ما تنفجر بعد سنين. الام دي قالت لي الكلام ده وهي بتعيط، ودي مش قصتها بس، للاسف دي قصه جيل كامل، قصه امهات كتير، قصتي انا وقصتك انتي وقصتنا كلنا. دي حاجه اسمها generational trauma، الصدمات اللي احنا عدينا بيها في طفولتنا بتتخزن جوانا وبتأثر على ردود أفعالنا، على علاقتنا بولادنا، على طريقة تربيتنا ليهم، وبننقلها من جيل لجيل من غير ما ناخد بالنا، لحد ما نقف وناخد موقف ونقول لأ، أنا اللي هكسر الدايرة دي. وإنك لما بتفهمي إن دي باترن، ده خبر حلو على فكرة، إنك بتشوفي أنت بتتصرفي كده ليه، دي أول وأهم خطوة للتغيير. لما بتفهمي إن ده مش ذنبك، إن دي مش شخصيتك، إن ده ألم واتنقلك، بتقدري وقتها تختاري رد فعل مختلف، تقدري تكسري الدايرة. في الكوميونتي بتاعتنا بنتكلم عن الصدمات دي، بنشاركها مع بعض في مساحة آمنة، بنفهم ازاي بتأثر علينا، وبنتعلم أدوات عملية ازاي نتشافى منها، ونربي ولادنا بوعي مش بألمنا. ده أول جزء من سلسلة الجنريشنال تروما من الأجزاء اللي جاية، وهنتكلم عن باترنز كتير منها بيكررها من غير ما ياخد باله. عايزة تكوني جزء من الرحلة دي؟ عايزة تكسري الدايرة مع أمهات تانية بيحاولوا زيك؟ ابعتيلي كلمة تروما وتعالي انضمي لينا، لأن أول خطوة إنك تشوفي، وإنتي دلوقتي شايفة.